يا مساء الفل على احلى ناس في الدنيا. نبدا حلقتنا النهارده، ما تنسوش نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اول خبر معانا في الحلقه ايقاف القيد في نادي الزمالك. ايوه زي ما سمعت كده، ايقاف القيد في نادي الزمالك. الفيفا ما قالش الاسباب صراحه، ولكن انا حابب اقول لكم ان مستحقات متاخره الزمالك ما دفعهاش، وبالتالي تم ايقاف القيد في نادي الزمالك. طبعا انا بس في البدايه يعني نسيت اقول لكم حد يشرب معايا شاي، فاللي عايز يشرب شاي يا جماعه اتفضلوا بالف هنا وشفا. سريعا كده عشان عارف ان طبعا وقتكم عزيز جدا وغالي جدا. الخبر التاني بعديه، مجموعه الاهلي في دوري ابطال افريقيا صعبه جدا، بس اقول لك على حاجه، يعني ممكن المجموعه دي تخلي الاهلي يفوق، لان انت معاك الجيش الملكي المغربي وده فريق مش سهل، معاك شبيبه القبائل الجزائري، فرقتين عندهم جماهير، مباريات على ارضهم هتكون صعبه وصعبه جدا. عندك كمان يانج افريكانز التنزاني، وده فريق مؤخرا شفناه في افريقيا بيصعد من دور المجموعات، فبرضه فرقه ما تستهونش بيها. فمجموعه الاهلي مش مجموعه سهله، بالاداء اللي احنا شايفينه للنادي الاهلي ربنا يستر، ولكن خلينا متفائلين ونقول ان الاهلي ان شاء الله يفوق بسرعه. احنا هنلعب ماتشين قبل يناير، بعد كده انتقالات يناير ان شاء الله بقى يتم تدعيم الفريق بمهاجم سوبر، باك شمال، باك يمين، مدافع او اتنين مدافعين واتنين مهاجمين لو قدرنا يعني ان شاء الله. وبالتالي الاهلي ممكن يعني نتمنى بالصفقات الجديده ان ان شاء الله الفريق حالته تتحسن، ونتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي. وطبعا الزمالك والمصري في الكونفدراليه وقعوا مع بعض في نفس المجموعه، وبيراميدز اعتقد في مجموعه يعني سهله الى حد ما، بيراميدز هيصعد فيها برضو. طيب نروح للخبر اللي بعد كده، الاستعدادات مستمره للسوبر المصري في الامارات. الاهلي وصل الحمد لله الى الامارات، وفي حاله استعداد قصوى لكافة اللاعبين في النادي الأهلي، عايزين يثبتوا نفسهم، عايزين يصالحوا جمهور النادي الأهلي بأداء كويس، وإن شاء الله بالفوز بالبطولة. طبعا البطولة مش سهلة، أنت هتلاعب سيراميكا، وحاليا خلينا نكون واقعيين، سيراميكا والكابتن علي ماهر هم متصدرين جدول الدوري، فمباراة مش سهلة، فيعني نتمنى التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي. طبعا يستروب عمل لقاء خاص مع زيزو ومع تريزيجيه، اتكلم معاهم في حته ان كل لاعب فيهم، طبعا الجماهير ملاحظه وكلنا ملاحظين، بس اخد بق شاي كده عشان ايه يا جماله يا جماله. طيب يستروب قعد مع زيزو وتريزيجيه واتكلم معاهم في حته ان زيزو بياخد الكوره وعايز يعمل هو كل حاجه، وايضا تريزيجيه كذلك. فهو اتكلم معاهم قال لهم مش مطلوب منكم اكتر من التعليمات اللي انا بقول لكم تعملوها داخل الملعب. مش عايز اللعب الفردي، مش عايز ان كل لاعب عايز يرقص وعايز يشوط وعايز هو اللي يجيب الجون، احنا عايزين نلعب مع بعض كتيم جماعي. اتمنى ان ده يحصل، لان هي دي ازمه النادي الاهلي، ان كل لاعب شايف نفسه انا النجم، انا اللي هكسب النادي الاهلي. فانت المفروض النادي الاهلي احنا متعودين منه كجماهير النادي الاهلي ان الاهلي فرقه واحده بيلعبوا مع بعض تيم واحد، وبنوصل للهدف اللي احنا عايزينه وهو الفوز بالبطولات. لكن لو كل لاعب لعب لوحده ده مش النادي الاهلي. فطبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. عندنا اخر خبر معانا في حلقتنا، وهو اصابه خوان الفينا بيزيرا، طبعا اللاعب البرازيلي المتميز الصراحه في نادي الزمالك. طبعا بنسبه كبيره هو هيغيب عن مباراه بيراميدز، لسه ما تمش تحديد هل هيغيب عن النهائي او الثالث والرابع ايا كان نتيجه المباراه ايه، اللي هتكون يوم الخميس اعتقد الساعه 7، والاهلي هيكون الساعه 5 وربع برضه يوم الخميس مع سيراميكا كليوباترا. دي كده موضوعنا ودي كده حلقتنا، اتمنى دايما تكونوا بافضل صحه وافضل حال. اشوفكم دايما بخير، شكرا ليكم، سلام عليكم.